في كل مرة كانت نورة بتختفي فجأة من غير سبب، وياسمين بدأت تحس إن ورا الموضوع سر كبير. في الأول حاولت تتجاهل الموضوع وقالت لنفسها أكيد حاجة عادية، بس يوم ورا يوم الاختفاء بيتكرر وفي نفس الميعاد تقريبا. الفضول كبر جواها لحد ما في يوم قررت أنا لازم أعرف نورة بتروح فين. وفي ليلة هادية والشارع كان شبه فاضي، شافت ياسمين نورة نازلة بهدوء شايلة كرتونة كبيرة وبتبص حواليها كأنها خايفة حد يشوفها. قلب ياسمين دق بسرعة وقالت أكيد في سر، ومن غير ما تحس بدأت تمشي وراها خطوة ورا خطوة. نورة فضلت ماشية لحد ما وصلت لبيت قديم في آخر الشارع، بيت شكله مهجور ومخيف شوية. وقفت قدامه لحظة وبعدين دخلت. ياسمين وقفت مكانها، أدخل ولا أرجع؟ بس فضولها كان أقوى من خوفها. قربت وفتحت الباب بهدوء. المفاجأة إن البيت من جوه كان منور وأصوات ضحك مالية المكان. دخلت أكتر، لقت أطفال صغيرين قاعدين بيضحكوا فرحانين، وفي النص قاعدة نورة بتوزع عليهم أكل وهدوم وبتتكلم معاهم بحب كأنهم أهلها. ياسمين اتفاجئت وقالت نورة انتي بتعملي ايه هنا؟ نورة بصت لها بس اتخضت شوية وبعدين ابتسمت وقالت لها أنا كنت عارفة إنك هتعرفي في يوم من الأيام. وقعدت تحكي لها الحقيقة وقالت لها الأطفال دول ملهمش حد يساعدهم، فكانت بتيجي كل فترة تجيب لهم أكل وهدوم وتخليهم يحسوا إن هم مش لوحدهم، بس من غير ما تقول لحد علشان ما تحرجهمش. عيون ياسمين دمعت وقالت لها أنا كنت فاكرة إنك بتخبي حاجة غريبة، طلعتي بتعملي أحلى حاجة. وسكتت لحظة وبعدين قالت بحماس أنا كمان عايزة أساعدك. ومن اليوم ده مبقتش نورة لوحدها، بقت هي وياسمين بيحضروا الأكل سوا ويجمعوا الهدوم ويروحوا للأطفال، والبيت اللي كان مهجور بقى مليان ضحك وحياة. وفي النهاية مش كل سر بيكون مخيف، في أسرار وراها قلوب طيبة جدا. والعبرة هنا إن أعمل الخير من قلبك حتى لو محدش شايفك، لأن أبسط حاجة ممكن تفرح حد وتخلي الدنيا أحلى. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتصبحوا على ألف خير.